لحظة لحظة، صقور قرطاج عندهم عقدة اسمها أول مباراة. تصدقون عاد؟ تونس من سنين ما فازت في مباراة افتتاحية، والليلة الحساب يبدأ من جديد ضد أوغندا. الساعة 10 الليل بتوقيت تونس والمغرب. ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط يجهز عمره لأول معركة في المجموعة الثالثة. بس الصدمة وين؟ محمد علي بن رمضان نجم الأهلي جالس بالاحتياط، وسيف الدين الجزيري نجم الزمالك حتى هو احتياط. المدرب سامي الطرابلسي شكله يلعبها بالمخ مو بالأسامي. التشكيلة المتوقعة فيها مفاجآت نار وشرار. أيمن دحمان واقف على المرمى، الجدار الأخير. الدفاع صبة يان فاليري وعلي العابدي ومنتصر الطالبي وديلان برون. الوسط شعلة فرجاني ساسي وإلياس سخيري وحنبعل المجبري الساحر اللي رجع من فرنسا. والهجوم عندك إلياس سعد وحازم المستوري وإلياس العاشوري. وتدرون وش الأحلى؟ التاريخ كله يضحك لتونس. فازوا 6 مرات من أصل 7 مباريات ضد أوغندا في بطولات أفريقيا. سجلوا 6 أهداف ودخل مرماهم هدف واحد بس. لكن لا تستهينهم بأوغندا أبد، جماعتهم لعبهم كل سرعة تذبح، وتونس دفاعهم مضغوط يقفل عليك النفس. والخبر الحلو للجمهور، المباراة بتلاقونها على بي إن سبورتس ماكس 1 2 3 كانال بلس أفريك، وحتى على تود وبي إن كونكت للي يحبون يشوفونها أونلاين. والسؤال الحين، صقور قرطاج بيكسرون هالنحس الليلة، ولا التاريخ بيتكرر وتفوز تونس، ولا أوغندا عندها كلام ثاني بتقوله في الملعب؟ الملعب ما يعرف إلا اللي يلعب، والليلة كل شيء جايز. تبون تعرفون النتيجة أول الناس؟ سو سبسكرايب وفعل الجرس، لأن باكر عندنا علوم وأخبار أحر من الجمر من كاس أفريقيا وغيرها. نشوفكم باكر ولا يفوتكم الأكشن.